اللهم أذن لنا في العبادة، وارزقنا قلوبا تحن إلى الوقفة بين يديك، ويسر علينا يا رب كل عسير، وبارك في أوقاتنا واجعلها في سبيلك. حبايبي الحلوين واغلى الغاليين، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وصحه وسلامه وسعاده وراحه بال. يا رب دايما مبسوطين وفرحانين ومحقق كل اللي نفسنا فيه. وبعتذر على صوتي، دور البرد بقى اللي منتشر الايام دي واخده منه بقى كده ايه، دور محترم. اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله. نبتدي يومنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يوم كله تفاؤل وأمل وإشراقة وعزيمة وطمأنينة وكل شيء حلو رغم الصعوبات. ومش هقول لكم الحياة وردي، نشرب كوباية نسكافيه ونبخر البيت وجبنا شوية مشتريات. تعالى بقى اقول لكم شوية الحاجات اللي انا جبتها، شوية حاجات بسيطة كده يعني. كنت بره البيت وايه، جبت كام حاجة ناقصاني. جبت فلفل، نص كيلو فلفل. الفلفل دلوقتي ب10 جنيه. اللهم صل على سيدنا محمد. نص كيلو جبته ب5 جنيه. والليمون جبت كمان نص كيلو ب10 جنيه. كيلو الليمون ب20، في ناس بتبيعه ب15، مش كل الأسعار. والفلفل الرومي كمان ب10 جنيه، فجبت كيلو كامل. تمام كده. الخضار الأيام دي يعني يعني البطاطس هي اللي غالية ب20 و25، والطماطم ب10 وب2 ب25 وفي ب15. مش كله طبعا، كل تاجر بيبيع الزرع اللي معاه بسعر مختلف عن التاني. تمام. المهم، فانا الطماطم دي جبت ال2 كيلو ب25، يعني الأربعة ب50 جنيه، فانا جبت 4 كيلو. تمام كده. حاجات أساسية لازم تكون عندي في التلاجة. الطماطم طبعا أساسي عشان أي خضار هنعمله أو أي أكلة أو سلطة أو نقطعها جنب أي أكلة. الليمون نفس القصة، الفلفل، كل الحاجات دي. تمام. أنا لما بنزل بجيب الحاجة اللي ناقصاني. تمام كده. ومعايا جرجير، جبت دول ب10 جنيه، بس كانوا حلوين قوي، كبار وطازة ولسه حلوين يعني، من ست فلاحة. فجبت ال3 دول ب10 جنيه، هما 3. تمام كده. قلت بقى السلطة، مع اني مش بحب اجيب يعني في الصيف كتير الجرجير والحاجات ديت، عشان تبقى مبيدات وحاجات كتيرة قوي من الحر، فمش بحب اجيبها كتير صراحة. ممكن يعني اجيب كابوتشي، ممكن جزر لو فيه خيار كده يعني. الخيار بقى هو اللي غالي ومش قد كده في السوق برضو الايام دي. المهم يعني، فانا جبت 2 كيلو. الكيلو على 15 جنيه، 2 كيلو ب30 جنيه. تمام كده. اللهم صل على سيدنا محمد. فالايام دي حق يستنهز الفرصة كده، وجيبيلك شوية بامية، جيبيلك شوية فلفل احمر وقطعيه وفرزيه في الفريزر. والمانجا كمان نزلت، يعني ربنا يعطينا ويقوينا ونقدر نجيب. وجبت خلطة الكفتة وخلطة الحواوشي من أبهار، وانتوا عارفين انا بحبها وبحب استخدمها. الكيس ب15 جنيه، جبت 3 اكياس. تمام كده. وهنا جبت مكرونة اللي هي القلم، ومكرونة العادية. الكيس بحب استخدمها ببساطة دي، وانتوا عارفين برضو الكيس عامل 30 جنيه. وهنا جبت كيلو بلح، بحب اديه للبنات عندي كل يوم 3 بلحات، لو في عندي اي حاجة احشيها، لوز مثلا لو جبت، او فول سوداني او اي حاجة من الحاجات دي. كيلو البلح عامل 70 جنيه. تمام كده. هما بيحبوا. انا من الناس اللي ما بحبش البلح الطري ده، بحب البلح الناشف قوي اللي هو بيجي في رمضان، بس عشان هما بيحبوه وعايزه ادعمهم، والجو حر وما بياكلوش والدنيا يعني ميه كتير والكلام ده كله، فبحاول ان انا اعوضهم مثلا ب3 تمرات في اليوم. تمام كده. وكانوا طالبين كمان مني النسكافيه اللي هو سريع التحضير، اللي هو سريع الذوبان ولا ايه. النوع ده جايباه ب220 جنيه. تمام كده. وكانوا عايزين برضو كاندي، فجبت لهم التشكيلة دي ب150 جنيه. هو الكيلو تقريبا عامل 360 او 350. المهم يعني على حسب المكان برضو، مش كل مكان بيبيع بنفس السعر. تمام. بس دي جودته حلوة، طعمه حلو، فانا جبتها لهم يعني ايه من نفسهم، عشان تكون يعني حاجة حلوة هم بيحبوها. وكمان جبت نوع الكاندي ده، الشريط من ده ب5 جنيه، ففي منه أطعمة كتير. تمام. بيبقى مزز شوية وعليه سكر كده من بره، فبرضو جبت ليهم على عددهم يعني. تمام. اللهم صل على المصطفى الغالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجعوني بالله عليكم وشوفوا القناة، لان القناة مش متشافة، وانا بحس ان انا يعني مش في عندي عزيمة واصرار ان انا اكمل، بسبب ان الفيديوهات مش متشافة. طبق البيض ده، جبت طبق بيض ب100 جنيه. سعر البيض دلوقتي 100 جنيه، يعني بعد ما جبناه ب70 و80 و90 رجع رفع تاني وبقى ب100 جنيه. بس الحمد لله ان هو متوفر، والحمد لله ان احنا معانا نقدر نجيب.
اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا يديم علينا يا رب الستر والصحة وراحة البال، ويبعد عننا الهم والغم، وربنا يا رب يسترنا دايما. وما تنسوش حصالة بتاعة رمضان، ان احنا دايما لو جايبين حاجات زي كده وتوفر معانا اي حاجة نحط الباقي في الحصالة. تمام كده. ان شاء الله برضو هنرجع يعني كل مرة نحط فيها مع بعض. انا نسيت اخد لكم اللقطة دي، وانا الباقي معايا حطيته في الحصالة. تمام كده. اللهم صل على سيدنا محمد. تعالي بقى اقول لكم على حاجات انا بحب اعملها في البيت عندي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى، حتى انا ايديا كان مكان تجهيز الاكل، وكان بقى بصوا كنت واخده كام لسعه كده من البوتاجاز، يعني لسعه محترمه. المهم، فالغطيان دي بتاعت السبراي اللي احنا بنرش بيه، انا دايما بحب اجيبه عندي، يكون عندي في البيت. اللهم صل على سيدنا محمد. وان انا استخدمه يعني. تمام. المهم، فالغطيان ديت لونها حلو وعجبني، وكان عندي شويه ورد قديم كده في فازات قديمه، اخدته وغسلته، وشويه الخضره دي اللي هو الفروع الخضرة دي، وشوية جبس. فانا قلت هعملهم ايه، كام واحدة صغننة كده يبقى شكلهم حلو وخطير. تمام. المهم ان انا دوبت الجبس بالمية، وبدأت ان انا املى العبوات الصغننة دي، بصوا، عشان احط فيها الفروع الخضرة الصغيرة دي. طبعا دي بقى تنطبق عليك تحطيها في اي حاجة من الحاجات اللي عندك، يعني غطيان وتلونيها وتدهنيها اي لون عندك. في حاجات كتيرة بنشتريها والغطيان بتاعتها بيكون شكلها حلو. ده خطير خطير، اللي هو الجولد ده، العلبة بتاعته عاملة 70 جنيه وتقعد معاكي فترة طويلة قوي 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 قوي. اللهم صل على سيدنا محمد. فانا هغير اللون الاصفر ده واخليه لون جولد ذهبي زي الاتنين التانيين دول. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. المهم يعني بعد ما خلصت وعملتهم كده شكلهم حلو، قلت بقى اطلع لشجرة التين بتاعتي. فيها تين ما شاء الله، بس عايزه تتجمع على طول. وانا ممكن بقى عشان بقى يعني ما اطلعش السلم، او ببقى تعبانه شويه او مكسله او ايا كان بقى، الاقي نفسي التين بدأ يقع على الارض، العصافير تاكله، حاجات من دي يعني. فانا قلت لا، اطلع. انا بحب في التوقيت ده اطلع فوق في البلكونه واقف فيها شويه كده، ببقى يعني مبسوطه ومرتاحه نفسيا وتغيير كمان. وجمعت التينه واديتها البنات تتغسل وتتحط في التلاجة، ونسكر بقى بقنا كده، والحاجه بتبقى حلوه لما انت تكوني زرعاها في البيت. احبكم.